إذاعة جمهورية مصر العربية من صباحك وعسل. بتفتح مزهر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عدنا إليكم من جديد في حلقة جديدة من بودكاست رجال تعرف المستحيل تحت إشراف مع المستطيع للإنتاج الفني. والنهاردة هنتكلم معاكم في حلقة عن مفهوم الرياليتي عند الرجالة تحديدا شوية، لأن ده الأولى إن احنا نتكلم عنه. وبرضو عايزين نفسر نقطة إنها عند الرجالة مش قصدي كده ان انا بنفي الستات، لا، أنا بتكلم على العيال. في فرق بين العيال وفرق بين الرجاله، رب نكون فاهمينه وبس. الرياليتي هي شيء بالنسبه للرجاله. مش هنتكلم عن العلاقات بس، هنتكلم عن اي حاجه ممكن نكون منتميين ليها لاننا بنحبها وبنحب نكمل حبنا ليها. زي العربيات مثلا، في رجاله بتبقى شايفه ان العربيه دي هي عربيه حياتي، انا هعيش عشانها. الرجاله ما يكون عندهم عربيه بيعاملوها كانها ابنهم، ممكن يكونوا زي يصرفوا عليها اكتر ما بيصرفوا على عيالهم. نوادي كوره ما بتكسبش، مش هتكلم في الموضوع دلوقتي. وطبعا العلاقة هو دي أهم نقطة طبعا، إذا كان علاقات صداقة أو علاقات حب، فاللويالتي بتتمثل في العلاقات أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا. ومن هنا أنا ممكن أبدأ النقاش بنظرة كل واحد من الناس اللي معانا عن نظرتهم لللويالتي. فممكن نبدأ من عند مانو ونظرته ماشي، لللويالتي بشكل خاص. هقول لك انا. بص يا سيدي، الجوالات دي عباره عن ايه؟ عباره عن دعم. في البدايه هي بتبدا بدعم. هتقول لي ازاي دعم؟ هقول لك انا. انت اول مره تتفرج على فريق الكوره اللي انت بتشجعه دلوقتي وانت صغير، اكيد في مره كنت متضايق وانت بتتفرج عليهم، فهم بسطوك بان هم كسبوا او عملوا حاجه في الماتش كبيره، فانت من هنا بدا الايه؟ بدا الحب. فاهمني؟ قيس بقى على كده كل حاجه. فرقه الكوره اللي انت شجعتها اول مره، البطل بتاعك في المسلسل المفضل، البطل بتاعك في الفيلم المفضل، صاحبتك اللي انت مصاحبها دلوقتي كانت في يوم من الايام بتدعمك، فانت لويال ليها. اهلك لو بيدعموك فانت اكيد لويال لاهلك. انت عارف انت العلاقه بينك وبين اهلك بتبقى فيها لويالتي من غير ما يبقى فيها لويالتي. يعني انت مش بتقول انا لويال لاهلي، لا، انت كده كده لويال لاهلك. مش مصطلح انا لويال لاهلي بس انا كده. فصاحبتك في الاول دعمتك، فرقتك في الاول دعمتك، كل ده من الدعم. اللويالتي جايه من الدعم، اللي هو حد دعمني انا هبيعه في نص الطريق. فرقتي دلوقتي بتخسر، صاحبتي دلوقتي منهاره، مش عارفه تديني الدعم بتاعي، فانا هسيبها الوقت اللي هي فرحتني فيه، هسيبها انا دلوقتي. فاهمني؟ يعني الفرق اللي انا ان هي حاجه مقابل حاجه. انت في الاول اتبسطت بسبب الحاجه دي، فمش هتسيبها وقت ما تخذلك او وقت ما بالظبط تقدرش تديك اللي كانت بتديهولك في الاول. بالظبط. ومش مش انبساط نشوه، فاهم؟ مش انبساط نشوه ورايحه زي اي حاجه بتعملها في حياتك بتبقى مجرد لحظيه وبتمشي. لا، انا اتبسطت معنى اتبسطت، انا عايز من ده، انا عايز ابقى كده. فاهمني؟ لكن مش هسيب فرقتي في نص الطريق واقول لا خلاص دول ما بقوش يكسبوا، دول بيهبلوا في النادي، دول مش دول بيجيبوا لعيبه اي كلام، دول وازعل واسيبهم. لا، انا زي ما هم بسطوني انا برضو، انا ستيل هفضل معاهم وادعمهم، هبادلهم الدعم اللي هم ادوه لي في الاول. مظبوط. فانا من وجهه نظري دي اللويالتي. طيب احنا من هنا ممكن ننقل لنقطة بسيطة ونروح لصفصف مثلا ونسأله اللويالتي وخلاف ولائنا لحاجات كتير. يعني دايما اللويالتي مش في صورة حاجة واحدة، يعني مثلا تبقى في صورة نوادي وفي علاقات وكده. فانت شايفها ازاي؟ بص يا منزو، انا شايف في البدايه ان في نوعين من اللويالتي، فخلينا ناخد نوع ونتكلم عنه ونسيب النوع التاني. اول حاجه وهو اللويالتي للحاجات اللي بتديك دعم، زي ما قال. في حاجات انت المفروض تكون لويال ليها بشكل غير مشروط وبدون اي اهداف وبدون اي حاجه، وديت الحاجات الطبيعيه، زي مثلا اللويالتي ليك لاهلك، واللويالتي مثلا فرقتك، وكل الكلام ده. وفي حاجات تانية بتكون حاجات مكتسبة. بمعنى ايه مكتسبة؟ ان انت بتكون لويال لحاجة انت ما بدأتش معاك من اول حياتك. يعني اهلك بدأوا معاك من اول حياتك، من ازاي تمشي، ومن قبل كده كمان لحد ما كبرت وبقيت راجل. فانت ده شيء انت لازم تفضل
لويال ليهم بشكل غير مشروط، وده شيء مش مكتسب. هم من وانت صغير بيربوك وبيدوك الدعم. في نص حياتك في اشياء انت بتكتسبها، فانت بتكون لويال ليها، زي فرقه الكوره، اصحاب انت بتقابلهم، علاقه انت هتدخلها. كل الحاجات ديت انت بتكون لازم تكون لويال ليها لو انت شخص سوي نفسيا. في البدايه كونك لويال لشيء مكتسب، فده بتكون شيء انت مختاره، بتكون انت اللي مختار الفريق ده علشان انت حبيته. فمهما كانت حالته، لو هبط درجه تانية انت هتفضل تحبه. بتكون لويال لاشياء مكتسبه تانية، زي الاماكن. انت مكان بتروحه، فبتكون له ذكريات، فبتكون حابب المكان ده بكل شيء حواليه، بكل شيء يخصه. فانت لويال للمكان ده. فانت لو قدامك فرصه ان انت تروح اي حته تانية، فانت لا، انت هتختار المكان ده، لان انت اكتسبت في المكان ده ذكريات حلوه، فانت هتفضل لويال للمكان ده. لويال لاصحابك، لويال لحاجات تانية كتير. ده النوع الطبيعي والمعروف من اللويالتي، ان انت بتكون لويال لشيء دعمك في حياتك، او لويال بشيء انت اكتسبته في حياتك، او لويال لشيء غير مشروط لازم تكون لويال ليه زي الاهل. في نوع تاني من اللويالتي، وده مش منتشر او الناس مش بتتكلم عليه كتير، الا وهو اللويالتي لحاجات ممكن تكون بتأذيك نفسيا، حاجات مش صحيه، حاجات unhealthy. بص دوس يا على مستر. وشي، دوس على وشي، اتفضل، يلا بالظبط. يلا دوس على وشي. انا جاي لك بقى في السكه. الحاجات ديت انت ممكن تختصرها تماما في علاقه الولد او الراجل عامه اللي بيكون لويال للسجاير. انت مش لويال للسجاير لانها حاجه بتنسيك همومك، لا، انت لويال للسجاير لانها انت بتحبها وهي بتحبك. فانت معاك علاقه انت لويال ليها، بس هي بتاذيك. حاجه انت فعلا بتعشقها، هي بتنسيك همومك، فعلا بتهمس لك في ودنك تقول لك ان كل حاجه هتكون تمام، بس في نفس الوقت هي شيء مش كويس، فانت لويال بالشكل ده لحاجه مش كويسه. ده كمثال. انما في الاصل، انما اللي انا عايز اتكلم فيه ان انت ممكن تكون لويال لعلاقه او لشخص هم بيأذوك نفسيا بتصرفاتهم. انت بتكون لويال لشخص او لريليشن مثلا، انت بتتأذي في الريليشن ديت بشكل كبير، فانت مش عارف تعمل ايه، بس في نفس الوقت انت لويال للشيء ده. وفي نفس الوقت احنا ممكن نكون لويال لاحلام غير ممكنه التحقق، ومش عارفين اذا كنا هنوصل لها ولا لا، بس ستيل احنا لويال للاحلام ديت لانها كانت احلامنا واحنا اطفال. كبرنا والاحلام ديت جوانا، فاحنا ستيل هنفضل لويال للاحلام ديت رغم ان احنا عارفين انها بتاذينا، ورغم ان احنا عارفين ان الاحلام ديت عمرها ما هتحقق، بس ستيل هي احلامنا، فاحنا لويال ليها. فانت ممكن تكون لويال لشيء بيأذيك نفسيا وانت مش واخد بالك، او انت واخد بالك وبتستهبل. وفي نفس الوقت النوع البيزك او النوع المعروف ان انت ممكن تكون لويال لاشياء بطريقه غير مشروطه او اشياء مكتسبه. وبس يعني ده رايي. بص يا صاحبي، هو ايا كان مدى توكسيك الليالتي بالنسبه لك، فمش هتبقى اكتر من اللي انا عشتها. انا بشجع مانشستر يونايتد يا ابني. انا بشجع آه، مانشستر يونايتد يا ابني. انت حالتك اصعب من عادل شكل اللي بيشجع الاتحاد السكندري حرفيا. انا على الاقل عادل شكل بيتبسط في المدرجات هو وحميدو، انت لا. والمحكمه 4 بيبان. على فكره عادل بالظبط، هو شكل بيتبسط مثال على اللويالتي. انا لا قشطة، مش زي مانشستر يونايتد. انا صاحب مقوله ان مفيش مشجع لمانشستر يونايتد خاين. مستحيل. انا ما كنتش الفريق ده بعد السير اليكس. يعني شفت الفريق ده بديفيد مويس، وشفته بفان خال، وشفته بناس بص. لا، جماهير مانشستر يونايتد يترفع لهم الف تحيه والف سلام. احنا بيتداس على وشنا كل اسبوع ومستمرين في العبث ده. اقول لكم على حاجه تانية وخليها برضو في العلاقات، ان اللويالتي مش مرتبطه بوجود الشخص، ودي حاجه توكسيك فشخ. وانا انا ادوس على وشي دلوقتي، بس ماشي، مش مشكله. اللويالتي مش دايما مربوطه بوجود الشخص. احنا بنبقى لناس فعليا ممكن ايه بصراحه يعني دي برضو دي حاجه صعبه. علاقات ده مفهوم من اللويالتي صعب. علاقات اوريدي انتهت يعني وخلاص، وكل واحد ماشي في حياته، وانت لسه عند نقطة ان انت ما قدرتش تتخطى، او كل احلامك للتخطي وكل طموحاتك ان انت بقيت شخص تاني في حياة تانية. كل ده اتبدل، كل ده مطلعش حقيقي، كل ده وهم انت كنت معايش نفسك فيه عشان تبين لنفسك ان الحياة حلوة. بس انت كنت لسه متعلق لانك من البداية كنت متعلق. زي الاهل، زي ما مانو قال في الاول، ان انت بتتولد لويال لاهلك. مفيش جدال. انت ممكن بعد كده يحصل حاجات تخليك مش لويال لاهلك، بس انت
الطبيعة والفطرة البشرية إنك عندك ولاء لأهلك. الحاجات دي بتتولد جواك في علاقات معينة، في حب. يعني زي ما قلت مانشستر، أنا إيه اللي يخليني أكمل أشجع مانشستر بعد 10 ولا 11 سنة والفريق مش أحسن حاجة؟ زي برضه اللي يخليني أفضل لويال في علاقة هي أوريدي انتهت، أو أفضل لويال لحاجات خلصت، أفضل لويال لأماكن كنت بحبها مع إنها ممكن تكون قفلت أو ما عادش ليها وجود. بس اللويالتي مش دايما صحية، اللويالتي ليها جانب توكسيك، ليها جانب مؤذي. فبرضه محتاجين نوضح النقطة دي، إن مش كل حاجة في اللويالتي بامبي، لا، اللويالتي ليها جانب أسود برضه. أنا عايز أعيط، عايز أعيط. كونك لويال لحاجات اصلا مش في حياتك هو ده اكبر شيء مؤذي في اللويالتي كلها. يعتبر اتكلمنا بشكل كبير عن اللويالتي في الاشياء زي مانشستر، زي الاماكن والحاجات دي، زي النوادي عموما مش مانشستر يعني، معلش، حب للنادي وحوارات من دي. فانا شايف ان احنا ممكن ندي شويه لللويالتي في العلاقات، اذا كانت علاقه صداقه او علاقه حب او كده. فانا شايف مثلا ممكن نبدا المره دي من عند مانو، ونشوف رايه في اللويالتي في العلاقات واهميتها، وان هي لازم يكون شيء موجود عموما. بص، العلاقات بشكل عام لازم يكون موجود فيها 3 حاجات، من ضمنهم اللويالتي. عندك اللويالتي والثقة والأمانة. ال3 حاجات دول هم عواميد أي ريليشن أنت تخشها. ريليشن مع صحابك الولاد، مع صاحبتك دلوقتي، لازم يكون في ال3 حاجات دول. لو مش موجودين العلاقة دي هتبقى علاقة هشة بشكل واضح. تمام. خلينا نتكلم أكتر على اللويالتي مع صاحبتك، أو اللويالتي من ناحية اللي هو الولد والبنت. لازم يكون في ولاء ليها، لأن لو ما كانش في ولاء ليها هتبقى عينك زي غصب. بسيطة، هي بسيطة. انت لو ما عندكش ولاء للشخص اللي انت بتحبه ده، انت هتبقى عينك زيه، هتبقى ماشي كده انت مشتت مش عارف تعمل ايه، واي واحدة هتقول لك كلام حلو هتجري وراها، لان انت ما عندكش مرجع ثابت وما عندكش حاجة ثابتة. فاهمني؟ ما ف عندكش ال- ذكريات ترجع تفتكرها عموما. بالظبط وان اللويالتي مرتبطة بشكل كبير زي ما انت قلت ان هي بتفكرك بحاجات، فهي مرتبطة بالذكريات. اللويالتي بطريقة ما هي مرتبطة بالذكريات، طبعا. او اول مكان تروحه، اول حاجه حصلت بينك وبين صاحبتك مخلياك متمسك بيها. فاهم؟ ف... فكل ده لو موجود في العلاقه هتبقى العلاقه دي زي الفل. من ضمنها طبعا اللويالتي، زي ما اتفقنا ان اللويالتي دي شيء مهم، فتشكل النسبه الاكبر في الصداقه، طبعا بجانب الحاجات التانيه. بس ده اللي انا شايفه من وجهه نظري بصراحه. منطقي. طب صفصف، انت عندك حاجة ممكن تقولها في العلاقات بالذات يعني؟ بص انا حاسس ان اغلب اللي اتقال هو مانو قاله عشان ما نزيدش ونلف في نفس الدايره. بس هو الولاء بيتكون لما انت تكون بتحب الشخص. فانت لما بتحب الشخص انت لازم تعمل تضحيات علشان الولاء ده يفضل موجود، لان الولاء ده عباره عن تضحيات، انت بتضحي بحاجات تانية عشان يفضل ولائك والليالتي بتاعتك لنفس الشخص. ده اللي المفروض اي شخص سوي بيعمله. والطبيعي ان احنا في الاغلب بعد حتى لو الشخص ده لا قدر الله اختفى من حياتنا، فاحنا بنفضل لويال للشخص ده حتى لو هو اختفى، لان احنا حبيناه، وديت من ضمن التضحيات ان احنا بنيجي على نفسنا علشان نفضل لويال لنفس الشخص. ومش كل التضحيات صح، وهنا بالظبط. التضحية مؤذية ساعات، وأغلب الوقت بتكون مؤذية. فأنت فعليا لو عندك أي حل تاني غير إنك تفضل على هذا المنوال لازم تغير. ما تفضلش تضحي تضحيات كل اللي هتوصلك ليه نقط بعيد. بالظبط، انت حاليا المفروض تكون عارف ان انت غصب عنك انت هتضحي بحاجات كتير علشان ولائك يكون قوي، يتكون بشكل صلب وقوي. والتضحيات ديت في الاغلب بتستنزف منك انت، علشان كده هي اسمها تضحيه، انت بتضحي بحاجات كتير بتستنزف منك. ده الاغلب الموضوع بيكون يستاهل ده، لان انت بتحب الشخص فانت بتقرر ان انت هتضحي وهتعمل اي حاجه علشانه، وده الطبيعي. بس الفكره هل انت بقى التضحيات اللي انت بتضحيها ديت صح وفي وقت صح وبطريقه صح ولا غلط، وهل هتاثر على حياتك فيما بعد ولا لا؟ لان ده كلها اساسيات انت المفروض تكون عارفها قبل ما تضحي بحاجه علشان تكون اللويالتي بتاعتك لحد تاني.
بس من رايي انا كزياد ان اللويالتي شيء لازم يكون موجود في اي ريليشن، وان انت لازم تضحي، علشان لو انت ما ضحيتش فانت اللويالتي بتاعتك مش هتكون قويه. انا حابب اضيف برضو على الكلام اللي صوصف قاله ان اللويالتي تكون ان انت تكون لويال وعندك ولاء، ده حاجه صعبه مش حاجه سهله، عشان بتتضمن تضحيات. مفيش بني ادم بيعرف يضحي بسهوله، يعني دي نقطه مهمه جدا. الناس مفكره ان اللويالتي دي يا عم انا لويال اهو، لا يا اسطى، مش ان انا اقول ان انا لويال هبقى لويال على طول، لا، لازم اعمل حاجات، لازم اقدم حاجه اثبت بيها فعلا ان انا لويال. بتبين. بالظبط. ما تقوليش انا لويال وانت كلمه بلسانك بتكررها زي اللي باينه كده وخلاص، انا لويال انا لويال، بس لا، اللويالتي شيء صعب، شيء صعب على الطرفين، على البنت وعلى الولد، على الصاحب والصاحب، عليك وعلى فرقتك، فاهم انت؟ الاثنين صعبين. هم مطالبين ان هم يقدموا اداء كويس في الملعب، وانت مطالب ان انت تشجعهم لحد اخر دقيقه في الملعب. بس لسه ما افتكرش ان بس فريقك بيقدم اداء مش كويس في الملعب، يعني انت بتشجع ريال مدريد عموما، فانت يعني انت ليه يا انا اسطى صحيح؟ تعالى هنا على انت ليه بتتكلم عن دلوقتي في الكوره؟ صحيح انت مالك؟ انت صحيح، انت معناها مالك، انت ما بتتكلمش معانا. يا اسطى، بقالنا يومين ما حققناش دوري ابطال يا اسطى، زعلان والله. احنا مصاحبينك ليه؟ يعني حققت دوري الابطال ده انت نمت وصحيت جالك امبابي. على نيتكم ترزقون. مستني يا اسطى كريستيانو رونالدو 2008 يرجع لي. اسكت وان انا ما اتكلمش عن اللويالتي في الكوره تاني. ده يا اسطى، ما انا بحب رونالدو دلوقتي، هو راح النصر وبشجع وبتفرج انا اتفرجت على الدوري السعودي يا اسطى عشان رونالدو، انت متخيل؟ انت لويال. انا عمري وانا في عايش في السعوديه نفسها او ما اتفرجتش على دوري سعودي، كنتش اعرف ان في ماتشات اصلا وانا هناك. لما رونالدو راح ازاي؟ انت رحت وراه. ضيعت ديربي ابها والاتحاد. انت ما يعني شفتش برضه نسخه مصطفى فتحي في التعاون كانت عامله ازاي؟ اموت انا في كهرباء الاتحاد. كفايه عبس ونرجع لموضوعنا. و... اه ومن هنا ممكن ننتقل لآخر نقطة ممكن نتكلم فيها قبل النهاية، وهي أهمية اللويالتي وفايدتها الصحية والنفسية. وزي ما ليها مميزات هي ليها عيوب وضرر كبير برضه. فأنا عايز أسمع آرائكم، يعني إذا كان مميزات اللويالتي أو عيوبها. بص يا اسطى، هو كونك لويال بيخليك عارف انت ماشي ازاي، بيمشيك على طريق مستقيم حرفيا، لا بيخليك تحيد يمين او شمال. فدي من مميزات اللويالتي، ودي تعتبر تقريبا اهم ميزه. انت عايز ايه في الريليشن اكتر من كده؟ انت تبقى لويال وعارف انت ماشي ازاي، مش بتفكر كتير بس. فاهمك، أيوة. دي من المميزات. انا ممكن اسيب العيوب لصفصف بصراحه، يعني هو ينطلق بالعيوب عشان هي عيوبها كتير، صفصف هيعرف يغطي العيوب. بص، اللويالتي بس شيء. ما كانش عارف يغطي المساحات اللي في ظهره اللي كنت بلعب فيها. حبيت بس أضيف النقطة دي. بص يا ابن الحلال، انا مش هبقى بهاجم وبدافع. طيب بص يا اسطى، مبدئيا الكلام اللي مانو قاله كلام 100% صح. وعامة كونك لويالتي ده شيء أساسي 100% علشان الريليشن بتاعتك تكمل وتبقى تمام. مش شرط إنها تكمل، لأن في عيوب من كونك لويال، شخص لويال. بص، العيوب ديت ممكن تكون في أكتر من حاجة. كمثال، إن أنت ده شيء إحنا وضحناه، أنا بس بقوله كمثال، مش هخش في تفاصيله. التضحيات اللي أنت بتضطر تقدمها عشان تكون شخص لويال. العيوب التانية، الاذى النفسي اللي انت هتتاذيه يكون كبير قوي لو الشخص التاني مش لويال بنفس الطريقه بتاعتك. فانت حرفيا بتكون لويال وبتدي كل اللي بتقدر عليه في ريليشن، بس انت اللي بتاخده من الشخص التاني هو ممكن يكون حرفيا لا شيء، او حتى لو موجود وهو لويال بس مش بنفس قدر اللويالتي بتاعتك، فانت برضه هتتاذي. فانت ممكن تكون بتدي بنسبه كبيره واللي بتاخده فعلا حاجه بسيطه وقليله بالنسبه اللي انت بتديه، فده شيء هيأذيك على المدى الطويل. لان انت بالنسبه لك انا بعمل كذا، بقلل من تعاملي في كذا، بعمل الحاجه اللي مش بتضايقك، فانت ليه بتعمل عكس اللي انا بعمله؟ وبتبقى شايف ان اللي انت بتعمله عادي. ومش شرط ان ده يكون شيء اللي انت بتعمله مش عادي او عادي، ايا كان. الفكره في المبدأ نفسه. انت كشخص المفروض ان انت لويال، فانت تبقى بتحاول على قد ما تقدر ان انت تحافظ على الريليشن بتاعتكم، فتقلل اي شيء هيضايق الشخص التاني، تقديرا ليه على الاقل، وتقديرا لحبك ليه، وتقديرا للريليشن بتاعتكم. بس في نفس الوقت
مش شرط ان اللويالتي العاليه تكون شيء صح او هيلثي للريليشن بتاعتكم. لا بالعكس، هي ممكن تكون شيء بيدمر الريليشن اصلا، لان انت تفضل لويال دايما او بطريقه زياده عن اللزوم، فده هيأذي الريليشن بتاعتكم، لان انت هتبقى مركز في كل تفصيله ولو كانت بسيطه، بمبدأ ان انا بعمل كذا فانت المفروض تردها لي بنفس الطريقه وتبقى لويال بنفس الطريقه بتاعتي، وكل الحوار ده بيوصل للاخر لشك زياده ولغيره زياده. فانتوا كطرفين على الناحيتين انتوا المتضررين من اللويالتي الزياده بتاعت شخص ما، وبالذات لو كان الشخص ده لويال بطريقه غير سويه نفسيا او بطريقه غير صحيه. فده من ضمن العيوب. عندك اكتر من عيب انت ممكن تفضل تتكلم فيه، بس لازم علشان تبقى عارف، فانت تكون عارف ان الالف ب اساسيات اي ريليشن ان انت تكون لويال، بس مش بطريقه تفوق الحد وتعدي الحدود فتكون بتاذي الشخص اللي قصادك وبتأيده بطريقه صعبه، وفي نفس الوقت انت بتكون بتاذي نفسك، واذاك النفسي ده هيكون بشكل اكبر وهيأثر عليك في مراحل اكبر فيما بعد، لان انت الشخص اللي هيكون بيتاذي، وبالذات لو انت شخص بتسكت مش بتتكلم عن اللي بيضايقك، فانت هتتاذي بشكل كبير فشخ، لان انت مش بتقول ان ده مضايقك، انت بتكبت جواك، وممكن من اقل حاجه تقوم مطلع القديم والجديد في خناقه بسيطه تافهه فشخ ما بينكم مثلا. فكونك لويال بشكل زياده عن اللزوم ده بيضر الريليشن بتاعتكم، بيضر الشخص اللي انت معاه في الريليشن، فوقهم كلهم بيضرك انت شخصيا. بس كونك لويال ده طبيعي، وكونك لويال في غياب الشخص اللي انت في ريليشن معاه ده برضه شيء طبيعي، لان انت اللويالتي مش معتمده على مده معينه او في وجود شخص معين او في وجود شيء معين. كمثال كانديه، فانت اللعيبه اللي انت حبيت النادي علشانها مشيت ولا زلت لويال لنفس النادي، فمش علشان شخص مشي فانت اللويالتي بتاعتك هتنتهي تماما او تتدمر تماما. بالعكس، انت اللي هيثبت ان انت لويال اكتر كون ان الشخص مش موجود وانت لسه بتعمل نفس الافعال اللي انت كنت بتعملها في وجوده، احتراما لتقديره واحتراما ان هو كان في حياتك، وان انتم ممكن في مرحله ما ترجعوا تاني. فاللويالتي شيء مهم وشيء صحيح وهيلسي وصحي فشخ للعلاقه، لكن لو زاد عن حده فهو بيدمرك، بيدمر الشخص اللي انت معاه في الريليشن، بيدمر الريليشن بتاعتكم. ده كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. ومن هنا انا اقدر اوصل لنهاية الحلقة واختمها. بس في الاول حابب اني اشكر صفصف ومانو كانوا معانا النهاردة في الحلقة دي. وبس حابين نقول في الآخر إن اللويالتي شيء مهم في كل العلاقات، أيا كانت العلاقة اللي أنت ماشي فيها، إذا كان علاقة بينك وبين أهلك، بينك وبين صحابك، بينك وبين أي حاجة في الدنيا أنت متعلق بيها أو عندك ولاء ليها وبتحبها. بس برضو مش كل أجزاء اللويالتي جميلة وبامبي والدنيا ملونة. لا، ساعات اللويالتي بتكون حاجة وحشة وحاجة غلط وبتضرك أكتر من بتفيدك. والنصيحة اللي ملازمة لكل حلقة هي إنك ما تأذيش نفسك وما تضحيش بحاجات ممكن تضرك أنت ومحدش هيستفاد بيها، وأنت هتفكر إنك بتبذل مجهود عشان الناس، بس أنت فعليا المجهود ده أنت لازم تبذله عشان نفسك قبل ما تبذله عشان أي حد. وبس كده. كان معاكم منزو وصفصف ومانو في حلقة مفهوم الليلاتي من بودكاست رجال تعريف المستحيل تحت إشراف مع المستطيع للإنتاج الفني. وبس كده، سلام عليكم.